البنات كي دايرين لاباس عليكم كي دايرين الصحه بخير اموركم هانيه على خير بخير نتمنى تكون احوالكم طيبه نتمنى ان الفيديو يلقاكم على خير وبخير ولادكم عائلاتكم باش ما تمنيتوا ان شاء الله يا ربي نبداو الفيديو ديالنا بصلاه على النبي. هنا البنات راه حتى بديت نوجد الغدا وما تعلمش ما نشاركش مع خواتاتي في الغديوه ديال اليوم ونشارك معكم روتيني او نهاري كيفاش غادي ندوزو شنو غنوجد في الكوزينه ان شاء الله يا ربي. المهم من الاول حتى الاخير نتمنى ان الفيديو ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم. نبداو اول حاجه غادي نديرها الغدا. فهنايا كيف ما شاركت معكم يعني في التغذيه انا كنت جبت الدجاج وقطعته حطيته في الفريغو جبت واحد الطريفات شلطت هنايا واحد جوج ديال البصلات مقادين. بطبيعه الحال غادي مع الربيع غادي ندير العطريه غنشاركها معكم ان شاء الله يا ربي. فكبهارات غادي نديرو الكركم ولا الخرقوم بلدي، غنديرو الزنجبيل ولا السكنجبير كيف ما كنقولوا حنا البنات. انا راه عيني ميزانيه البنات يعني راه تما عارفين نكونوا واقفين في الكوزينه يعني كثرت ما كنطيبوا يعني كنكون كنوجد في الكوزينه صافي كيولي كلشي كنديرو غير بعينينا يعني عيني ميزانيه البنات. هنا غندير شويه ديال البصل والفلفل الاسود، غندير شويه ديال الملحه طبيعه الحال الملحه على حسب الذوق تاع كل وحده. هنا العطريه ديال الكسره اخيرا شريتها البنات كانت قادتني ومشيت جبتها فغندير واحد شويه ما شاء الله. طريقه الكبسه كتجيب لها واحد المذاق اللي هو واعر في هذا الصفه. غندير شويه ديال العطريه ديال الكبسه طبيعه الحال زيت زيتون طبيعه الحال كنتوفر عندك في الدار ديري زيت زيتون ما كانش متوفر فديري زيت نباتيه راس ديال المعلقه ديال القرفه حيت غندير الصفه نتوما عارفين البنات ضروري خاص واحد الطريقه ديال القرفه. غنخلط كلشي ونوضع البنه ديالنا ولا الخليط ديالنا حتى يتشحر ونرجع معكم ان شاء الله يا ربي. لان مع الدجاج في هذه المرقه راه درنا لا خل لا ثومه ولا حامض لان المرقه غادي تكون عندنا حلوه يعني غادي نديرو الصفه المدفونه كيف ما كتعرفوا نديروها بالدجاج رومي ماشي نوع اخر يعني تقدري ديريها راه كتجي حتى باللحم البنات وكتجي بالدجاج بلدي كتجي زوينه بزاف. دابا نشاركها معكم بواحد الطريقه اللي هانتوما البنات. انا الشعريه البنات انا راه خديت شعريه بالعبار ولكن خديتها من الماركه ديال الاتقان يعني راه زوينه عندكم الماركه تاع الاتقان وديال الكرم راه كتصدق زوينه البنات. المهم هذه معلومه انا بالنسبه لي ملي كنخدمهم كتصدق ليا زوينه غير الماركه ديال ماشي اشاره الكرم وكتصدق لي الاتقان. ايوا هذا مكان البنات. انا من بعد ما حطيت المرقه يعني ديك المرقه ديالنا تشحر باقا ما مرقتها ما والو كيصافي يعني النهار مهيله البنات. غادي ندوز غادي نبسبس هاد الشعريه الصفه غنبسبسها بالزيت نضيف واحد تقريبا كندير كندير عين ميزاني ولكن تقريبا واحد الكاس ونص ديال زيت نباتيه. غادي نحاول ندخل داك الزيت كله في هذه الشعريه يعني نلبس هذاك الزيت في هذه الشعريه بطبيعه الحال راه عندنا البريمه ديال البنات عندنا صليمه وحطيتها تبدا تسخن وحتى تبدا يطلع يعني يطلع الفوار عاد نحطوا الشعريه ديالنا طيب. انا نقول لكم حتى البنات انا راه الشعريه غندير لها المطايب باش توجد بالزبده انا غادي نصور الطريقه العاديه البنات يعني كنحطوا الشعريه ديالنا كطيب في الاول في الكسكاس المره الاولى كنخليوها طيب لمده 20 دقيقه عاد كنزلوها من الفران الاولى وبقاو معايا لاخر الفيديو. ها هما البنات هانتوما شفتوا لبست الشعريه كامله لبستها بداك الزيت تشحر ليا داك الدجاج مع البصله. المهم العطريه اللي درنا والربيع كيطلق ديك المريقه ديالو غنزيدو واحد الكاس ديال الماء ونسد عليه ونخليه يطيب ان شاء الله يا ربي. كنخليو يعني حتى تطلق ديك التعسيده ديك التعليكه ديالو البنات يعني كتطلق واحد الريحه غزاله ما نقول لكمش الريحه كيفاش دايره البنات. كاس اولا كاس ونص ونسد عليه ونخليه يطيب يكون ليا يعني يطلع ما تخن يعني تطبخ مزيان. غادي ناخذ الشعريه الكاسه ديالي غنوضعها في الكاس ونخليها تنجم تدخل من الفرن الاولى كتضرب 20 دقيقه فوق البوطه من الفرن الاولى البنات. هنا البنات يعني من بعد ما خليت الشعريه ديالي والدجاج يطيبوا في الكوزينه فبطبيعه الحال ما كنعطيوش وقتنا كامل راه ما كنعطيوش غير الخدمه وشغل الدار والدراري وقتنا ديما كنفرقوه يعني كنقولوا شويه لربي وشويه لعبده. واحب وقت ليا هو الوقت اللي كنجلس نحفظ فيه اولا كنجي نراجع فيه الدروس ديالي حيت انا البنات يعني ربة بيت وكاسه في الدار ولكن في نفس الوقت كنستغل الوقت ديالي اللهم لك الحمد. كنمشي لواحد الجمعيه ديال القران كنحفظ كنحاول كنطلب ربي يوفقنا باش نحفظوا كتاب الله ان شاء الله يا ربي. نتمنوا يا ربي يطول لنا في عمرنا ويبارك لنا فيه ويعاوننا على اننا نحفظوا القران ونديروا به ويكون يعني اجر
شغل لينا وما يكونش وزر علينا. كما العاده غادي نجلس يعني هذه الوقيته اللي كيطيب فيه الغدا، يعني بعد ما ساليت شغلي ديال الدار، وانا رانا كنفيق بكري البنات، اللهم لك الحمد، ربي نعم عليا بنعمه الفياق بكري، اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. من بعد الصلاه يعني كنقضي شغلي ديال الدار كامل، يعني كنجمع كنشطب، الا عندي شي تسياق كنسيق، الا عندي جفاف كنجفف، كنصبن الحويجات كلشي على بكري، اللهم لك الحمد. يعني كتوصل ديك الوقيته ديال 10 ونص ل 11 الا كتلقاني ساليت شغلي ديال الدار، كيبقى لي غير الغدا وقت ما صاوبته ما عنديش مشكل فيه. يعني المهم ملي كتوصل الوقيته ديال الظهر كيلقاني بانني وجدت الغدا ديالي، وبعض المرات كنكون وجدت الغدا ووجدت حتى كسكروط حيدتو عليا، باش في العشيه كيكون عندي الوقيته اللي كنمشي نقرا فيها حتى انا، وكنبعد منها من الدار. بطبيعه الحال عندي حوايج اخرين كنديرهم من غير القرايه، يعني كاين حتى الخدمه اللي كنخدم غير من الدار، دابا نشاركها معكم ان شاء الله يا ربي. وإلا رجعتوا للفيديوهات غتعرفوا بانني راه كنخدم خدمه اخرى غير من داري، اللهم لك الحمد. هنايا غادي ندوز نراجع يعني الحزب اللي وصلت له في الحفظ ان شاء الله يا ربي، نطلب ربي يوفقنا. كما العاده غنقول لكم تعظيم شعائر الله، يعني فيما تبغيو تجلسوا تقراو القران ما تقولوش غير كنقراو صافي، يعني استشعري التلاوه ديال القران، القراءه القران، وحاولي تقرايه التدبر قبل من هذا الشيء، قبل ما تهزي كتاب الله سبحانه وتعالى. عرفي بانك ملي كتهزيه فما كتجلسيش غير تقرايه صافي، عرفي بان هذا الكلام كانك يعني جالسه كتسمعي كلام الله، كما كيعجبك انك تجلسي مع شي حد عزيز عليك، مع راجلك، مع والديك، مع وليداتك، كتعجبك الهضره ديالهم، كيعجبك تصنتي لهم وتعطيهم وقت اكثر، فما تنسايش بان هذا كلام الله. فملي كتجلسي راه كانك يعني تخاطبين الله، او لا الله يخاطبك، يعني انت الله يخاطبك بالكلام ديالو في القران، وانت كتستشعري الكلام ديالو، كتحسي وكتحاولي تفهمي شنو تيقول لنا الله سبحانه وتعالى، يعني شنو الرسائل اللي كيصيفطها لنا في هذه الايات القرانيه. يعني نحاولوا نقراو القران بتدبر، واخا ما تحفظيهش اختي العزيزه. يعني راه انت عارفه بان الصحابه رضي الله عنهم هما براسهم يعني ما حفظوش القران يعني في وقت اللي هو وجيز، يعني راه كاين اللي حافظ القران وكاين غير اللي قاريه. نتمنى ان المعلومه ديالي تكون صحيحه. يعني سوره البقره خداو فيها وقت باش تحفظ، لان قبل ما كتحفظي القران خاصك يعني تفهمي المعاني ديال الصور شنو كتقول وشنو كتبغي تبلغنا كل سوره في القران. نتمنى ان هذا الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، نتمنى ان الكلام اللي قلت لكم دابا يكون تاخذوا منه ولو غير شويه، يعني يوصلكم شنو باغا نوصل لكم ولو غير شويه. كيف ما كنقول لك اختي العزيزه، يعني لا في الصلاه ولا في قراءه القران حاولي من تجلسي يعني يعني تجلسي وتعطي وقتك لله سبحانه وتعالى، يعني غطي راسك، احترمي العظمه ديال الله سبحانه وتعالى، ان راه الله خالق الكون، يعني ماشي شي حد اللي هو عادي. انت ملي كتخرجي كتبغي تلاقاي مع شي حد اولا كتبغي تمشي ضيفه عند شي حد، فتتقادي وتصاوبي تلبسي حوايج اللي احسن ما عندك، تتعطري باحسن ما عندك، وما ملي تكوني غادي تواجهي مع الله خصك تكوني يعني اكثر من هكاك، يعني ماشي غير تلبسي احسن ما عندك، شي حاجه اللي هي راه كتلاقي مع الله سبحانه وتعالى، شي حاجه تعالى يعني شي حاجه اللي هي عظيمه، ماشي شي حاجه راه الله سبحانه وتعالى. يعني خصك تلبسي احسن ما عندك وتعطري لا في الصلاه ولا في قراءه القران ولا في الذكر ديال الله سبحانه وتعالى. عطري ديما البلاصه اللي كتكوني فيها حوايجك تكوني في ابهى حله وانت كتلاقاي سبحانه وتعالى، بطبيعه الحال في القراءه ديال القران، في الذكر ديال الله وفي الصلاه. ملي تكوني كتصلي حبيبتي ما تبقاش بدوك الحويجات اللي كتكفي بهم الكوزينه، فهم عامرين بريحه الماكله، ريحه الثياب، ريحه العرق. هي كتكوني واقفه صاحبتي وخدامه شغلك وغير كيأذن كتقولي غنمشي نتوضا ونصلي، سيري توضاي وصلي في الوقت ديالك. يعني منين تسمعي الاذان اول حاجه غديريها واخا يكون في يدك ما عرف شنو، غير تسمعي في اذان تسمحي في كل شيء ولبي النداء ديال الله سبحانه وتعالى. يعني اول حاجه كتصنتي لذاك الاذان وكتستشعريه بالقلب ديالك وبالعقل ديالك. حاولي ترددي مورا الاذان، ومن مورا الاذان حاولي تقولي الدعاء اللي هو اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم امين. تقراي الصلوات الابراهيميه وكتقولي رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وكتبداي تدعي الدعاء اللي بغيتي. تيقول لك الله اعلم هذيك الوقيته كيكون الدعاء مستجاب. ومني تنوضي حبيبتي تصلي، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان كيقول ارحنا بها يا بلال. ملي كتوصل وقيته الصلاه كان كيقول ارحنا بها يا بلال، يعني الصلاه تعتبريها راحه، ماشي راحه انك غادي تحيدي عليها. شحال من وحده فينا الله يسمح علينا كنكونوا كنصليو وملي كتسالي ملي كتكمل بالتشهد كتلقايها كضرب في الركبه ديالها بيديها، يعني وكانها صافي سالات من الصلاه، يعني وكانها حيدات على واحد الثقل. منين تبغي تصلي الصلاه ديالك فديري بالك بان هذيك الصلاه راه ماشي ثقل، هذيك الصلاه ملي كتمشي تصلي فكتمشي تواجهي مع الله سبحانه وتعالى. يعني استشعري وانت كتصلي بان هذيك اخر صلاه عندك في حياتك، وانت تخشعي في الصلاه ديما ملي تمشي تصلي استشعري بانها اخر صلاه عندك في حياتك. فكيفاش غادي تصليها؟ يعني ملي تحسي بانها اخر حاجه غادي ديريها، اخر صلاه كيفاش غادي تكون؟ فغادي تحضري العقل ديالك والقلب ديالك بالخشوع ان شاء الله يا ربي لله سبحانه وتعالى، واستشعري بان الله سبحانه وتعالى في هذيك اللحظه كيكون يعني تواصل بينك وبينه. فملي كتمشي تقولي الله اكبر كتبداي تكبيره الاحرام، فلوحي كل شيء مورا ظهرك، لوحي الدنيا كلها مورا ظهرك. حاولي العقل ديالك يكون غير لله سبحانه وتعالى، وكيفاش انك هذيك الصلاه تكون خالصه لله سبحانه وتعالى. تحاولي اي كلمه خرجت من الفم ديالك، اي ايه خرجتيها من الفم ديالك استشعريها وحسي بها. قراي القران ديالك وانت كتصلي بتمعن بشويه، ما تيجري عليك حتى واحد، شويه عليك استشعري بانك في يعني في رحاب الله سبحانه وتعالى، يعني مع الله سبحانه وتعالى. قراي سوره الفاتحه حاولي تقرايها بواحد التدبر وبشويه. ما تنسيش بان سوره الفاتحه في الاخر ملي كنساليو كنقولوا امين، وهذيك السوره راه هي يعني سوره كامله كلها دعاء، لان هذيك السوره تواصل مع العبد والله سبحانه وتعالى. ما تنساوش باننا في كل صلاه يعني شحال من مره كنقراو سوره الفاتحه في كل صلاه.
وحاولي تكون سوره الفاتحه يعني تحفظيها وهي صحيحه، لان ما خصكش تخطئي فيها بتاتا. والناس اللي ما تعرفوش في عائلتك ما تعرفوش يقراو سوره الفاتحه، يعني ما كيقراوش، ما قراوش، ما دازوش في المدرسه وما تعرفوش، حاولي انك تحفظيها لهم يعني بطريقه اللي هي صحيحه، ان الرسول صلى الله عليه وسلم تيقول لك بلغوا عني ولو ايه. المهم هذه الرساله ديالي ليكم في هذا الفيديو البنات، نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. ديما يعني في الفيديوهات ديالي غادي نحاول يعني شي حاجه من اليوميات ديالي غادي ندوزها لكم، نتمنى انها تكون خفيفه ظريفه على القلوب ديالكم، ونتمنى انني نكون فدتكم ولو بشي حاجه بسيطه. نتمنى ان الكلام ديالي يوصل لكم من القلب كما خرجتم من القلب ديالي. وبقاو البنات من بعد ما طابت لي المريقه وقربت توكح، يعني قبل ما تبدا توكح غادي نضيف ليها واحد 3 معالق ديال السكر كما كتشوفوا راه ضفتها. الا عندكم العسل راه مزيان البنات، احسن من السكر الخشن، انا عندي ما متواجدش فدرت غير السكر. غادي نخليها هذا الدجاج وهذه المريقه تعلك مع هذا السكر. وبعد ما طارت لي الشعريه التصويره الاولى، فكما كتشوفوا ملي كنوضعوها طيب اول مره فكتكون هذه الشعريه يعني طايحه، كتكون هابطه البنات، ما كتكونش واقفه، فملي كطيب راه كتوقف كدير بحال الشويكات. نتمنى انني نكون بينت لكم، يعني كتوقف بحال كتشوك كيف ما كتشوفوا، حط صبعي كتوقف كيف ما كتشوفوا. ندوزو باش نرشوها بالماء باش نديروا لها التصويره الثانيه ان شاء الله. ها هي كتتعسل كيف ما كتشوفوا، بعد ما وضعت ليها السكر فبقى معايا ديال الماء بارد. غادي الماء سخون غنرشها بالماء بارد ونخليها تشرب داك الماء، بعد نرجع نحلها. غنخليها حتى تشرب داك الماء البنات، عاد نرجع نحلها ان شاء الله. يلا فكما كتشوفوا بعد ما وضعت غير الفوره الاولى راه محلوله، يعني راه ما تجمعش مع بعضياتها كيف ما كتشوفوا. هنا غنخليوها تشرب داك الماء وديك الساعه نرجعوا نفكوها. هنا من بعد ما تشربوا داك الماء نتوما كتشوفوا البنات كاع الماء اللي درت ليها ما بقاش، غادي نرجع نفكها. فكما كتشوفوا البنات راه كتجي حبه على حبه. ها انتما يعني ما غنحتاجش نزيد هذا الزيت لان درنا لها الزيت المره الاولى، وباقي الزيت في التصريه، يعني انا ما غنحتاجش نزيد هذا الزيت. غادي نزيدها ندير لها واحد شويه ديال الملحه. الملحه الناس على حساب الذوق تاع كل وحده. نحاولوا ندخلوا ديك الملحه الشعريه كامله. وغادي نوضعوها تفور الفوره الثانيه. الفوره الثانيه ما كتكونش 10 دقائق البنات، كتعمل واحد 5 دقائق، غنفوروها غير 15 ديال الدقائق، 15 دقيقه وننزلوها نفوروها الفوره الثالثه. صافي من بعد ما كنحطوا الشعريه تفور، يعني يلاه كنحطوها غادي نديرها في الفوره الثانيه كتكون هابطه كيف ما كنوريك هانتي. فمن بعد ما غادي تفور وغادي توجد غادي نوريك كيفاش كتولي ملي كتطلع فيها الفوره وكتوجد التصويره ديالها. بقاي معايا لاخر الفيديو. وهنا البنات المريقه ديالنا ها هي يعني تلبات كيف ما كتشوفوا وكحات مره، راه كتعاد تحرق كاع البنات. هانتوما غنخليها على جنب حتى طيب الشعريه ديالنا. صافي كما قلت لك يعني ملي كنحطوها الشعريه كتكون هابطه، ملي كطلع فيها الفوره فكتوقف كدير بحال الشويكات البنات كيف ما شفتوا. وغادي نبقاو متبعين هكا، يعني كنفزوا الشعريه بالماء كنخليوها تشرب داك الماء ونرجعوا نفوروها حتى الثانيه 15 دقيقه. التصويره الثالثه غتكون 10 دقائق، والتصويره الرابعه غادي نهبطوا ل 5 دقائق وصافي. يعني 4 تصويرات البنات حتى تطيب لنا الشعريه. كما كتشوفوا اختي العزيزه هانتي يعني هاد الوخا فورناها كتشوفوها راه كتبقى حبه على حبه ما كتعجنش، يعني ما كتشدش بعضياتها. عاوتاني ثاني غادي نرشها عاوتاني بشويه ديال الماء ونخليها تشرب داك الماء واحد شويه ونرجعها تصفر. التصويره الثالثه غادي نفوروها 10 ديال الدقائق ان شاء الله. يلا فغادي ندير لها واحد الاضافه البنات تزيد تفور معاها. فبقاو معايا الفيديو. الا وصلتي اختي عزيزه حتى لهنا وعجبك الفيديو ديال اليوم ما تنسانيش من لايك والتعليق ديالك زوين وبارطاج القناه او الفيديو مع الاهل والاصدقاء باش تعود فائده للجميع وكذلك باش تكبر العائله ديالنا ان شاء الله. يلا اللي بطبيعه الحال مغسول عندي ونضيفوه مع الشعريه حتى هو يفور معها التصويره الاخرى. نحاولوا نحلوا الشعريه بيدينا يعني بعد ما تشربت هذاك الماء ونرجعوها تصفر ان شاء الله. يلا طيبه البنات طيبه. شوفوا الناس راه كتجي يعني محلوله ما كتعجنش. نتمنى انكم تجربوها، نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. وهنا اختي العزيزه غادي نوريك واحد التدبيره. ما كانش عندك السكر بلاصه في الدار وبغيتي السكر بلاصه ما بغيتيش تخرجي عكستي حبيتي ما بغيتيش تخرجي للحانوت، غنوريك واحد التدبيره تصاوبي بها السكر بلاصه في الدار. الا غتاخدي واحد الكميه اللي غادي تصاوبي بها السكر يعني شحال ما بغيتي 3 4 5 معالق شحال ما حبيتي اختي حبيباتي تصاوبي. المهم انا هنا غندير واحد الكميه لان انا عنديش ما متوفرش السكر بلاصي ما فيا ما يخرج عكزانه مع راسي. غنصاوب السكر بلاصي في داري. غادي نضيف لهذاك السكر الخشن غنضيف له واحد المعلقه ديال المايزينا او نشا الذره. نضيف له 2 ديال المعلقات. والاستعانه ديال الطاحونه العزيزه عليا اللي مسهله عليا شغلي في الكوزينه حتى هي يعني كنطحن فيها كاع العطريات تقريبا. غادي نطحن السكر بلاصي عزيزه. وصلنا على السكر بلاصي غادي نعاد الدخان ديال السكر. راه ماشي الماكينه اللي خسرت شي حاجه. هانتي اختي هانتي نتمنى انها يكون اختبار لك. كتحصلي على السكر يعني
الدرجه الاولى سكر راسي من الدرجه الاولى، يعني بلا ما تحتاجي تبغي تشريه من الزبار غير في الدار يمكن لك انك تصاوبيه بطبيعه الحال. الطحينه راه كتنفع البنات في الدار، غير هي ملي تكوني كطحني يعني ما تبركيش عليها بركه وحده باش ما تخسرش لك، ديما ضربي وقطعي بالطريقه ديال 1 2 3، ضربي وقطعي باش ما تخسرش باش ما تسخنش وتحافظي على الماكينه ديالك في الدار، وبقاي معايا للاخر ان شاء الله يا ربي. وهنا البنات بعد ما كملت التفوار ديال الشعريه ديالي غنضيف لها واحد الاضافه، غنضيف ليها واحد المعلقه ديال الزبده، يعني اي نوع ديال الزبده عندك في الدار، ونحاول ندخل لك الزبده في الشعريه ديالنا طايبه البنات. يلاه نزلتها، نحاول ندخل لك الزبده كامله تدور على الشعريه كامله. نتوما كتشوفوا البنات كيفاش كتجي يعني محلوله الشعريه، راه كتجي حبه على حبه، يعني ما كتجيش معجنه. هانتي اختي العزيزه، هانتي كتجي يعني محلوله مفركه كامله، يعني ما تخافيش منها، تبعي الطريقه والمراحل من الاول حتى الاخر وغادي تصدق لك الشعريه ان شاء الله يا ربي. هي هذيك يعني كتحمر الوجه. عاوتاني غادي نخلط بطبيعه الحال الحلاوه على حسب الذوق اللي انت واش كتاكلوا السكر بزاف ولا لا، يعني ضيفي على حسب الذوق ديالكم. بالنسبه لي انا راه ما كنبغيش تجيني حلوه بزاف، داكشي علاش درت غير جوج معلقات، وغادي نضيف بطبيعه الحال السكر ملي يكون كنضيف الطبق اللي بغى يزيد الحلاوه. وهنا غندوز باش نوجد واحد التبسيط ونحطو الغدا ان شاء الله يا ربي. بسم الله على بركه الله. ها انت اختي العزيزه كتشوفي كيفاش كتجي، يعني راه كتجي محلوله. ها انت اختي، ها شوفي جيت عليا كيفاش كتجي. نتمنى انها تكون كتبان لكم في الفيديو. كتشوفوني كنحط غير رساله البنات، لان بالنسبه لبناتي شي كيقراو شي باقي يخرج وشي باقي عاد يدخل، وبالنسبه للزوج ديالي غادي يدخل من الخدمه، فالتبسيط كنحط غير اللي غادي يتغداو دابا، واللي باقي غادي يجيو ثاني غادي نسيرفي لهم باش يتغداو حتى هما. يعني غنقدم الطريقه العاديه اللي كنقدموا بها السفه ديالنا كما العاده. غنضرب شويه القرفه من الفوق، ديالنا ها هو واجد. الطبق ديالنا اختي العزيزه وجدناه، كيجي شهوه منه، كيجي زوين سهل واقتصادي وسريع، وقدمت لكم يعني بالمراحل ديالو، ما نقصت حتى حاجه. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، نتمنى انكم ما تنساونيش من اللايك ديالكم والتعليق ديالكم الزوين.